أخبار مهمة بخصوص الدولي المغربي نايف أكرد قبل المواعيد الكبرى القادمة مع المنتخب المغربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. مدافع مارسيليا وصل إلى مركب محمد السادس لكرة القدم من أجل الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني. أكرد يعاني من إصابة تتطلب متابعة دقيقة، وذلك بهدف استعادة جاهزيته الكاملة قبل الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها كأس العالم 2026. لكن الأخبار الإيجابية أن المؤشرات الحالية مطمئنة جدا. مصادر مقربة أكدت أن اللاعب يستجيب بشكل ممتاز للعلاج وسط تفاؤل كبير داخل الطاقم الطبي والتقني بخصوص عودة القوية في الوقت المناسب. الجميع يعرف قيمة نايف أكرد داخل الدفاع الأسود بخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية والدولية، ما يجعل عودته أمرا مهما جدا بالنسبة للناخب الوطني محمد وهبي. ومع اقتراب المرحلة الحاسمة من التحضيرات للمونديال يبقى السؤال: هل يعود أكرد بكامل جاهزيته ليقود دفاع الأسود بأكبر محفل كروي بالعالم؟ هل يعود الحارس المخضرم منير المحمدي إلى صفوف أسود الأطلس في المونديال؟ الكثيرون استغربوا سابقا اصطحاب المحمدي إلى معسكر المنتخب رغم أنه كان مصابا ويخضع للترويض، لكن دخل المنتخب كان هناك إيمان كبير بقيمة الحارس المغربي ليس فقط داخل الملعب بل حتى داخل أجواء المجموعة والخبرة التي يقدمها اللاعبين الشباب. المحمدي سافر مع المنتخب إلى إسبانيا وفرنسا في مباراتي الإكوادور والباراغواي رغم عدم جاهزيته الكاملة، وهو ما كشف أن الطاقم التقني بقيادة محمد وهبي يضع ثقته فيه بشكل واضح. واليوم الحارس عاد من جديد. عودة المحمدي تزامنت مع كلين شيت مهم في إشارة قوية على استعادة جاهزيته تدريجيا. المعطيات الحالية تؤكد أن المحمدي مرشح بقوة للتواجد رفقة ياسين بونو في قائمة المنتخب المقبلة، خصوصا إذا خاض شهرا تنافسيا كاملا دون مشاكل. ورغم التألق الكبير الذي بصم عليه حراس البطولة هذا الموسم، إلى أن عامل الخبرة قد يمنح الأفضلية للمحمدي في سباق حراسة المرمى الأسود. فهل نشاهد المحمدي مجددا في المونديال؟ وهل يحسم الخبرة على حسب الأسماء المتألقة محليا؟ نشكركم على حسن المتابعة، وفي فيديو قادم بإذن الله.